وساطة خليجية بقيادة المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر أفضت إلى تسليم جثمان الطيار المغربي ياسين بختي إلى المملكة المغربية إثر تحطم طائرته الحربية من طراز F-16 الأسبوع الماضي. وساطة أعقبها تصريح جاء على لسان جماعة الحوثيين بتسليم الجثمان إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر طائرة خاصة. تلبية لطلب الحكومة المغربية المساعدة لمعرفة مصير الطيار المغربي المفقود في اليمن، تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع السلطات المغربية واللجنة الأمنية العليا في اليمن من التوصل إلى اتفاق لتسليم جثمان الطيار المغربي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن جهتها لم تقم السلطات المغربية بأي تصريح في هذا الشأن، إلا أن مصادر إعلامية أفادت بأن الجهة المغربية تأكدت من جثمان الطيار المغربي عن طريق فحص DNA، والذي أصبح من المستحيل تحديد هويته نتيجة لحالة جثته التي صارت أشلاء على إثر تحطم الطائرة. ويجدر الذكر بأن الحوثيين كانوا قد قاموا بإسقاط الطائرة في 10 من الشهر الجاري، والتي كان على متنها الطيار أثناء مشاركة طائرته في عمليات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثيين في وادي النشور بمحافظة صعدة شمالي البلاد.